أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. وصفة اليوم هي وصفة كيكة الجيلو. وصفة شهية سهلة، بدها خطوات شوي لكن هي سهلة كتير حلوة ومنظرها حلو، خصوصا بحفلات أعياد الميلاد أو بالجمعات منظرها كتير حلو على الطاولة. تابعوا معي الفيديو للآخر لحتى تشوفوا طريقة العمل. بس بتمنى منكم إذا أول مرة بتتابعوني اعملوا لايك للفيديو إذا حبيتوه، واعملوا اشتراك بالقناة وشوفوا الفيديو للآخر. في البداية رح أحتاج قالب من الكيك، قالب فاضي، رح أزينه بقطع من الفواكه. تقدر تستخدمي فواكه معلبة أو طازجة. أنا رح أزينه بالفراولة والدراء. رح أزينه بهذا الشكل، ورح أجهز أول طبقة لحتى أحطها عليه. بهاي الوصفة راح استخدم الجيلاتين وراح استخدم الجيلو المنكه. الجيلاتين راح يكون سادة. راح احتاج تقريبا 100 مل مية سخنة. راح انزل 30 مل تقريبا من الجيلاتين، يعني كاسة 200 مل تحتاج 30 مل من الجيلاتين. راح انزل نصف مي سخنة، بحرك مزبوط لحتى يدوب الجيلاتين كتير. بس داب عندي جيلاتين راح انزل النصف الاخر مي مثلجة، وراح انكهه بالسكر. اكيد السكر الكمية حسب الرغبة لحتى احصل على طبقة من الجيلو الشفاف. راح انزلها فوق الفواكه لحتى تغمر الفواكه. راح ادخله على الثلاجة تقريبا مدة نصف ساعة او على البراد. خلال هاي النصف ساعة لحتى يجمد عندي راح أحضر للطبقة الثانية. لتحضير الطبقة الثانية نزلت 40 مل من الجيلاتين السادة، نزلت عليهم كاسة مية سخنة، بحركهم مزبوط لحتى يدوب عندي الجيلاتين. بعدين بحليه بالسكر، السكر اختياري، نزلت ملعقتين صغار، بحركه لحتى يدوب السكر. بنزل عليه باكيت من القشطة أو الكريمة 200 مل. بهاي الطبقة بدي أحصل على خليط أبيض. الكريمة بتعطي طعم كتير طيبة أو القشطة. هيك صار عندي جاهز. هلأ رح أنزل 200 مل من الحليب البارد. رح أكتب لكم الخطوات بصندوق الوصف. بحركه صار عندي الخليط جاهز. بهاي الأثناء كانت الطبقة الأولى جامدة، ممكن تاخد منك أكتر من نص ساعة، أنا أخذت مني أقل من نصف ساعة. بنزل الطبقة الثانية، رح أرجعه على البراد أو الثلاجة لحتى تجمد معي الطبقة الثانية. بهاي الأثناء رح أنزل الخليط بهذا الشكل بحمام مائي لحتى ما يجمد عندي، لحتى يضل سائل. ورح أجهز للطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة احتجت باكيت جيلي بنكهة الفراولة، تقدري تختاري أي نكهة بتحبيها. نزلت عليهم شوي من الجيلاتين لحتى يجمد معي أسرع. باكيت الجيلي بده 200 مل مية سخنة، بحركهم بس يدوبوا مزبوط. بنزل عليهم كمان 200 مل من المية المثلجة أو الباردة بهذا الشكل. ما بيحتاج سكر لأنه بيكون محلى. صارت عندي الطبقة الثالثة جاهزة. كمان بهاي الأثناء كانت عندي جامدة الطبقة الثانية. بنزل كمية مو كتير بهذا الشكل، برجعه على البراد لحتى تجمد معي. هيك صارت عندي جامدة. برجع بنزل من الخليط الأبيض، كمان بعمل طبقة. بضل بهذا الأثناء أعملهم طبقة طبقة لحتى يجمد عندي. كل ما تجمد طبقة برجع بنزل عليها طبقة تانية. بنزل هلأ كل كمية الجيلي اللي ضلت. هيك بعد نص ساعة كمان جمدت.
بنزل كل الكمية اللي ضلت من الخليط الأبيض الكريمة، بدخلها على البراد لأني خلصت الخطوات. بتركها تقريبا 4 ساعات، أو لوقت التقديم ممكن تضل أكتر من 4 ساعات. هيك صارت عندي جاهزة بعد 4 ساعات. رح هلأ أقلبها. أول شي قبل ما أقلبها لحتى تنزل معي بحاول بأطراف إيدي أعمل بهذا الشكل لحتى أبعدها. وبعدين بفضل إنك تعملي حمام مائي أقل من دقيقة، يعني تحطي مي سخنة، تحطي القالب جوا المي السخنة أقل من دقيقة، رح تنزل معك بكل سهولة بهذا الشكل. الوصفة صح بدها خطوات لكن النتيجة رح تعجبك. وصفة كتير شهية، كتير خفيفة، حلا كتير طيب وخفيف وشكله حلو. هيك صارت عندي جاهزة. بتمنى إنها تكون عجبتكم، وبتمنى الطريقة تكون واضحة. رح أكتب لكم الخطوات بصندوق الوصف. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك بالقناة. وصحتين وعافية على قلبكم. اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بالوصفة، اكتبوا لي من أي بلد بتتابعوني، وبتمنى تعملوا مشاركة للقناة مع أصدقائكم لحتى القناة تضل مستمرة وتوصل لعدد من الناس. وصحتين وعافية على قلبكم.